أنا بقالي فترة كبيرة جدًا وأنا حاسة بالملل، ملل من كل حاجة، من جوزي ومن العيشة ومن الحياة الزوجية ومن علاقتنا ببعض، كل حاجة، كل حاجة على بعضها. أنا اتجوزته وأنا عندي 20 سنة وهو كان عنده 40 سنة، ياه! فرق كبير، 20 سنة، كأني بنته مش مراته، انتوا متخيلين؟ بس هو مالوش ذنب الصراحة. أنا اتجوزته لأسباب تخصني أنا وأسباب تخص أهلي كمان، وبعد 10 سنين أقدر أقول لكم يا ريتني ما كنت اتجوزته، ويا ريتني كنت فكرت شوية قبل ما اتجوز واحد لمجرد إن أنا عايزة أبقى متجوزة وخلاص. لأني ببساطة شديدة من أول يوم جواز، ويمكن من قبل يوم الدخلة كمان، وأنا عارفة إن الراجل ده ما ينفعش أعيش معاه، وإني مش هابقى مبسوطة ولا سعيدة ولا هاحس إن أنا ست، ولا هاحس إن أنا متجوزة. ما كانش في بينا رابطة بيني وبينه ولا حتى تفاهم ولا أي شيء. أنا اتجوزته علشان أبقى أنا متجوزة وخلاص، وأنا من أول يوم جواز برضه وأنا باخد حبوب منع الحمل، لأني ببساطة مش عايزة أخلف منه، مش عايزة أكون مربوطة بيه، ومش ده الراجل اللي أنا عايزة أجيب منه عيل. فهمتوا ليه بقولكم لو الزمن رجع بيا مش هعمل في نفسي كده أبدا؟ ولو عايزين تعرفوا أنا ليه ما قررتش إن أنا أصلح غلطتي دي وإن أنا ببساطة أتطلق منه، بكل بساطة لأن أبويا وأمي ماتوا وما بقاش عندي أي مكان أروح فيه، ولا ليا أي متوى غير بيته هو. البيت اتباع بتاع أبويا وأمي ومليش مكان غيره. علشان كده كنت بسمع كلامه في أي حاجة وفي كل حاجة، وكنت ماشية دنيتي وعايشة كده وخلاص، حياة من غير طعم ومن غير إحساس ومن غير أي حاجة حلوة. وتقريبا كده هو كان حاسس بنقص وهو معايا، عارف ان انا اتجوزت وانا عيلة صغيرة وهو اكبر مني. كانت شخصيته شديدة قوي عليا، شديد بطريقة تخوف، منعني من النت ومنعني من اي حاجة اعملها، ما بخرجش، كل حاجة تبقى في وجوده. موبايلي معمول عليه باسورد، اكونت الفيسبوك كان معاه، كان بيراقبني في الرايحة وفي الجاية، ما بيسيبليش نفس في كل حاجة تقريبا، لحد ما قدرت ان انا الاقي راحتي، خصوصا لما كان بيتأخر في شغله برا. لما كان بيتأخر برا بقى في آخر فترة، قلت له إن أنا بتابع مع دكتور نسا علشان أقدر أتخلص من قيوده اللي هو عاملها عليا، وأعرف إن أنا أروح وأخرج براحتي. لما لقيته مشدد عليا قوي، ولما طبعا هو سايبني علشان خاطر عايز يخلف، ما يعرفش إن أنا أصلا اللي عاملة كده. الحقيقة طبعا أنا ما كنتش بتابع مع دكتور نسا ولا حاجة، أنا كنت بخونه لأن كان عندي استعداد تام إن أنا أخونه مع أي حد. أي فرصة كانت هتجيلي ما كنتش هتردد فيها أبدا. وطبعا الظروف اللي أنا كنت فيها هي اللي بتخليني أبرر لنفسي ده، متجوزة من غير حب ومش اقتناع ومش عايشة العيشة اللي أنا كنت نفسي فيها، وهو أكبر مني. فالشيطان قعد يهيألي كل سبل الخيانة، كل سبل الخيانة مباحة ليا بقى. ما أنا متجوزة بقى وعايشة متقدرة معاه إن هو ملوش ذنب وملوش دعوة، وأنا اللي عملت في نفسي كده. وطبعا ما ينفعش إن أنا أصلح الغلط بغلط تاني، بس ده اللي أنا عملته. وبحكي لكم بصراحة الحقيقة إن هو كان جوز صاحبتي، صاحبتي إخلاص. كان عندي واحدة صاحبتي اسمها إخلاص وكانت علاقتنا كويسة مع بعض، بس هي كانت دايما بتقعد تحكيلي عن جوزها وقد إيه إن هو كويس معاها وإن هو مدلعها ومهننها. وحتى العلاقة الزوجية كانت بتقعد تحكيلي، رغم إن أنا كنت أسمع ناس كتير تقولك محدش يحكي العلاقة دي لحد، لكن هي كانت بتقولي معرفش ليه كان قصدها إيه يعني، إن هي تغيظني ولا عايزاني يعني أتجرح أو أتوجع أو إيه مش عارفة، إن أنا ما بعيش. وهي كانت عارفة إن أنا مش عايشة مع جوزي حياة ممتعة، مش فاهمة في كلامها ده بصراحة كان بيغيظني، وفي نفس الوقت خلاني ألتفت لجوزها وأبقى عايزة أشوفه على طول وأعرف شكله إيه ويا ترى بيعملها إزاي، وأقعد أتخيل بقى حاجات اللي أنا محرومة منها بسبب كلامها هي، لأن هي الحقيقة ما كانتش المفروض تحكيلي اللي بيحصل. واللي حصل بعد كده إن أنا فعلا بقيت عايزة أشوف جوزها، وبقيت دايما أروح وأقعد معاها علشان تقعد تحكيلي إيه اللي بيحصل بينهم بالظبط، وقد إيه إن هم علاقتهم فيها جمال بالنسبة لي أنا مش موجود خالص. ومرة على مرة فعلا شفت جوزها، ولما شفته بصراحة اتوهمت بيه وحسيت إن أنا منجذبة بيه انجذاب مش طبيعي. معرفش الانجذاب ده كان سبب كلامها ليا ولا إن أنا فعلا ارتحت له أول مرة شافني، سلم عليا وبصلي وابتسم. لكن لقيته في مرة وأنا بتكلم معاه وبشتكي له من جوزي بعد زيارتنا بقى
بقت كتير وبقينا بنقعد مع بعض كتير. قال لي مش شرط ان انت يعني تمشي تحت طوع جوزك، ممكن تعملي اي حاجة انت عايزاها ومن وراه. وهو اداني فكرة ان انا اعمل حاجة على الفيسبوك علشان اقدر اكلمه واخليه مختفي، وهو اللي عرفني اعمل كل حاجة من ورا جوزي. حتى كمان فكرة الدكتور بتاع النسا كانت فكرته هو بس. احنا في الاول كنا بنتقابل بس وكنا بنتكلم براحتنا على النت، لحد مع الوقت لقيت نفسي بحبه وقلت له ان انا بحبه وهو كمان. بعد كده لقيته بيقولي ان هو عنده استعداد يطلق صاحبتي ويتجوزني. طبعا لما قال لي كده انا كنت فرحانه وطايره من الفرح. الراجل اللي انا موهومه بيه ومهووسه بيه بسبب كلام صاحبتي عنه بقى بيحبني انا، وكل اللي في ايديها اللي انا كنت بحقد عليها فيه وغيرانه منها عليه هيجيلي أنا. كنت طايرة من الفرحة، بس وقتها قلتله إن أنا موافقة بس نأجل الموضوع ده شوية. وحقيقي لحد دلوقتي ما كانش حصل بينا أي حاجة غير إن احنا بس كنا بنتكلم مع بعض، وإن أنا كنت فعلا بحبه. عيلة صغيرة واتجوزت راجل عجوز وجالها الفرصة إن هي تعيش حياتها وتنبسط، وإن أنا بصراحة انجرفت في الطريق ده ومشيت وراه وما بقتش أفكر في أي حاجة، ولا في جوزي ولا في الحرام والحلال ولا في ربنا، ولا فكرت أبدا إن أنا هعمل إيه وإيه اللي هيحصل، وإن أنا بعمل حاجة كبيرة زي دي أو هتبقى النهاية عاملة إزاي. الشيطان دايما كان بيرسم لي النهاية هتبقى حلوة وجميلة. كنت دايما أتخيل نفسي وأنا عايشة بقى معاه وموجودين مع بعض في بيت واحد وبس. عمري ما جه في بالي إن أنا ممكن حاجة تحصل وحشة ليا أو ليه أو نتأذي بأي شكل من الأشكال. وقعدت بقى في الحلم ده سنة كاملة، سنة كاملة عمالة بس أتخيل اليوم ده واللحظة دي وإيه اللي هيحصل فيها وإحساس السعادة اللي أنا هبقى فيه، لحد ما جوزي جه وورث مبلغ كبير قوي. محسن ورث مش عارفة جاله من أنهي داهية ده، وكان فرحان بالفلوس قوي وأنا الفلوس ما تعنيليش أي حاجة الصراحة. بس بحكم إن أنا بحكي للي بحبه كل حاجة وبتكلم معاه في كل تفصيلة في حياتي قلت له الموضوع ده، وعرفت إن جوزي ورث كبير. بس وقتها لقيت عينه بتلمع كده ناحية الفلوس، ولقيته كده يعني مش عارفة عينيه فيها حاجة، فيها شوية مكر أول مرة أشوفه. لقيته بتكلم معايا إن هو عايزني إن أنا أخد الفلوس دي علشان نحل كل مشاكلنا، علشان نقدر نتجوز، وهيقدر إن هو يطلق مراته، وهيقدر إن هو يجيب لي شقة ونجهزها ونقدر نكون مع بعض في أسرع وقت زي ما هو كان وعدني. وقال لي إن أنا عايز أخد الفلوس دي وأهرب أنا وإنتي ونتجوز، ووعدني إن هو مش هيتخلى عني أبدا مهما كان. وقال لي إن حتى لو جوزك مطلقكيش أنا هتجوزك. وأنا طبعا صدقته لأني فعلا كنت بحبه وما كنتش بفكر في أي حاجة وحشة من ناحيته. بس جوزي كان دايما قافل على الفلوس في الدولاب، مش قادرة خالص إن أنا أخدهم منه، ممنوع إن أنا أقرب من ناحية حاجة. وقلت لكم إن هو راجل قاسي واستحالة إن حد يقدر ياخد منه حاجة. وبرضه لما اتكلمت معاه ولقيته بيفكر في قتله قلت له إن دي حاجة صعبة جدا، إن جوزي مش سهل وراجل هجمة كده وصعب إن أنت تتعامل معاه، راجل كبير ومدرب ومش هنقدر إن احنا نتخلص منه بسهولة. فلقيته بيقولي خلاص سيبيني شوية أنا هفكر كده وهتكتك ونشوف هنعمل إيه. بس الصراحة إن هو بقى جالي بحل غريب جدا وعمري ما كنت أتخيل أصلا بيه، ومعرفش جايب الحل ده منين، يعني إيه اللي خلاه يفكر فيه لغاية دلوقتي أنا مش عارفة. بس طبعا فهمت بعد كده ولقيته بيقولي إن أنا لازم أوقع مراته اللي هي إخلاص صاحبتي قدام جوزي، بمعنى أصح إن أنا أخليها تيجي البيت وأخليها تتعرف على جوزي ويقربوا من بعض حبة حبة علشان نقدر ناخد الفلوس. ما كنتش فاهمة طب إزاي، يعني هو إيه اللي لما نقربها منه هناخد الفلوس؟ قال لي بسيطة، هنعمل حاجة زي قضية خيانة، إن هو يقربهم من بعض ويخليهم يتعودوا على بعض ويحبوا بعض، ولما يتوعد إن هما يتقابلوا هو يجي ويهدد جوزي وياخد منه الفلوس ويمشوا. طبعا القصة بالنسبة لي والحل كان غريب جدا، بس أنا كنت بحبه وإن أنا خلاص مهووسة بالراجل ده، والشيطان مزين لي كل حاجة معاه، وعندي استعداد إن أنا أعمل أي حاجة علشان وافقت وطوعته. وحسيت فعلا إن دي كان ممكن حاجة يعني تخلينا نقدر ناخد الفلوس ونقدر بقى نعيش مع بعض ونتجوز. طبعا هو قاعد يحمسني ويقول لي خلينا بقى نتجوز، خلينا نهرب من المكان ده كله، خلينا ناخد الفلوس اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ حياتنا. فأنا طوعته وبدأت فعلا أنفذ خطته وعملت اللي هو قال لي عليه. كان قايل لي إن أنا أتعارك معاه كل شوية وأجيب صاحبتي علشان تصالحنا، وإن أنا فعلا عملت كده وكنت كل شوية أتعارك مع جوزي على أي سبب
من الأسباب، رغم إن أنا كنت باترعب منه وما كنتش برضه أزعله بسبب كده، إن أنا بخاف منه أوي، بخاف إن هو يعمل فيا حاجة. بس كنت باتعارك معاه كل يوم وأتصل عليها وأخليها تيجي علشان تصالحنا، وهي فعلا كانت بتعمل كده. كانت بتيجي جري علشان خاطري، وعلشان خاطر تصالحنا أنا وهو. وكنت باسيبهم هما الاتنين قاعدين مع بعض، وكنت بادخل أعمل أي حاجة جوه علشان الكلام بينهم يطول، وأسيبهم يقعدوا يتكلموا كتير أوي، وما احضرش معاهم القعدة ولا الكلام، رغم إن الموضوع بتبقى مشكلة بيني وبينه. جوز صاحبتي ده كان مفهمني إن هو لما خلاص هتيجي تمشي هيرشلها برفان ويخليها تهتم بنفسها، يعني عادي من غير ما تبقى فاهمة حاجة. وهي فعلا كانت بتيجي على سنجة 10، بس أنا كنت بسيبهم يقعدوا مع بعض ومعرفش ايه اللي بيحصل بصراحة. وكنت وقتها بدخل أتكلم مع حبيبي على الموبايل، وبقوله إن أنا سايباهم دلوقتي مع بعض وإن هما واخدين راحتهم في الكلام على الآخر. وهو يقول لي حلو قوي كده، استمر بقى على الوضع ده كل شوية. وفعلا بقيت كل شوية أتخانق معاه، وخلاص إخلاص صاحبتي تيجي تصالحنا، وأسيبهم يقعدوا مع بعض وأدخل أعمل لها حاجة تشربها، وهكذا. وأنا بصراحة مش عارفة هي صاحبتي إزاي هتبص لجوزي، لأن جوزي ما يتبصلوش غير وهو معاه فلوس بس، لكن كراجل فهو كبير، وكبير قوي يعني، وكيعني راجل اللي هو يتحب وكده. فلا أكيد جوزها أحلى. بس هو قال لي إن ده اللي هيحصل. وفعلا بعدها بكام يوم اكتشفت إن صاحبتي بتكلم جوزي على الموبايل. ولما سألته هي بتكلمك ليه، قال لي بتكلمني علشان تحنن قلبي عليك يا أختي. وهي كمان كانت بتتصل بيا على طول علشان تطمن عليا منه. ومعرفش ازاي بقى وقتها حسيت فعلا ان الخطة بتاعتنا ماشية زي ما هو قايل لي بالظبط. وجي بعدها حبة كمان لقيته بيفاجئني وبيقولي ان هو لقى في رسايل خاصة بين جوزي وصاحبتي على التليفون بتاعها، وقال لي ان هو بيراقبها وان الخطة بتاعتنا فعلا ماشية مظبوط، وإن الكلام ما بيقتصرش بس على إن هي بتحنن قلبه عليا ولا إن هي بتسأل عليا. قال لي لأ، ده بقى فيه ود بينهم جامد، وإن مع الوقت الموضوع فعلا ممكن يوصل للي احنا مستنيينه واللي احنا عايزينه. وفعلا بالوقت كانوا بيقربوا من بعض أكتر. وأنا كنت ببقى حاسة عكس كل الستات في الدنيا، كل ما كنت بحس إن جوزي بيخوني معاها كل ما كنت بفرح أكتر، لأن بالنسبة لي الموضوع ده هو اللي هيوصلني للشخص اللي أنا بحبه. لحد ما جه يوم من الأيام ولقيت حبيبي بيكلمني وبيقولي إن مراته اتفقت إن هي هتقابل جوزي في الشقة الليلة، وإن هو بيفكر يوديني في حتة اليوم. ولأن أنا طبعا أبويا وأمي ميتين، فقال لها إن هو هيخليني أروح عند حد من إخواتي أو إخواته، وهو كمان المهم إن هو هيختار لي مشوار اليوم ده علشان ما أكونش موجودة في البيت. وقال لي إن هو لما يقولك ويعرض عليكي ده امشي. بالعكس طلب مني طبعا ان انا اسهل خروجي من البيت، وطبعا انا عملت كده وفعلا مشيت زي ما هو قال لي. لحد ما جه اخر الليل ولقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي يلا تعالي علشان نطب عليهم هما الاتنين، زمانهم دلوقتي مندمجين مع بعض تماما. وقابلته فعلا في الشارع ولقيته جايب معاه واحد صاحبه اليوم ده، كان معاه سلاح علشان نقدر ان احنا نطب عليهم. وفعلا عملنا كده ودخلنا الشقة عليهم. طبعا مثلت ان انا مصدومة بقى فيه وان ازاي هو بيخون، وعملت نفسي ان انا بقى زعلانة ومنهارة، وفضلت اصوت واعيط واشتم والعن واقول لها انت يا صاحبة عمري انت تعملي فيا كده. طبعا انا كنت مندمجة جدا ورغم ان انا اللي عملت معاها كده. بس حبيبي في وسط كل ده ما اتكلمش خالص، كان باصص بس بذهول كده، كانت عينيها على إخلاص من غير ما يتكلم وهو مذهول. وطبعا بعد كده ثبتوه بالسلاح، وقال لجوزي يفتح الدولاب علشان ياخد الفلوس في وسط كل ده. أصلا ومن أول ما دخلنا كانت إخلاص تقريبا بهدومها ومفيش أي حاجة، بس أنا جوزي اللي كان قالع هدومه من فوق. والقعدة كانوا قاعدين قاعدة يعني قريبين من بعض، وكل ده كان بيتصور وبتسجل من لحظة ما دخلنا لحد ما ثبتوه وخلوه يفتح الدولاب فعلا. هو فتح الدولاب وسمع كلامهم، رغم ان انا كنت مفكرة ان جوزي ممكن يقاوم، يمكن الصدمة والموقف خلوه مش عارف يعمل ايه وكان مرتبك. وبس بعد ما خدوا الفلوس من الدولاب وخلاص قدروا يحطوا ايديهم عليها، لقيت خلاص بتبصلي وهي بتضحك. كانت بتضحك ضحكة غريبة اوي، انا لحظتها ما فهمتش معناها. وقبل ما ابصلها او اسألها انتي بتضحكي كده ليه، لقيت حبيبي
أو اللي قلت عليه حبيبي وقف وقال لي كلام غريب جدا، كلام صدمني وقتها، كلام بالنسبة لي أغرب من الخيال. الإنسان ده كان شيطان، شيطان بكل معنى الكلمة. لما لقاني سهلة ويقدر ياخد غرضه مني بمنتهى البساطة والسهولة، كان ماشي معايا كده وخلاص، مش عشان بيحبني ولا حاجة. ولما عرف مني إن جوزي ورث مبلغ كبير، فكر إن هو إزاي ياخده ويتخلص مني تماما. وقتها جاتله الخطة بتاعته دي، وإن هي ما كانتش اللي كان قايل لي عليها خالص. هو راح قال لي إخلاص إن أنا بحبه، وإن أنا عايزة أتجوزه، وإن أنا برمي شباكي عليه. بس قال لها إن هو بيكرهني وبيحبها، وطبعا إن هو مش عايز يخونها معايا. وطبعا لما قال لها كده هي كرهتني وبقت متغاظة مني، وبقت كمان عايزة تنتقم مني. فهمها إن جوزي ورث فلوس كتيرة وإن هو عايز يسرقها منه. وقتها بقى قال لها تغوي جوزي، والكلام اللي أنا كنت بعمله ده كانت وسيلة علشان هو ينفذ، علشان خاطر يقعدها أصلا مع جوزي. وهي فعلا سمعت كلامه وقدر يسيطر عليها هي كمان، ويخليها تعمل اللي هو عايزه. خلاها إن هي تروح تقعد مع جوزي، وقبل إن هي تقعد وتهزر وتضحك معاه وتحسسه إن هي عندها استعداد إن هي تعمل معاه علاقة، علشان طبعا يتحقق الهدف من إن هي تيجي فعلا وتقعد معاه، وهو يسربني وأنا أسمع الكلام وأمشي علشان أسيبهم مع بعض. وفعلا كل اللي هو كان رسمه اتعمل بالحرف الواحد. بس بقت الخطة بتاعته بقى إن هو هيكشفني قدام جوزي، وجوزي يقتلني ويتخلص مني، وهما يطلعوا فايزين بالفلوس وبكل حاجة، وهو ينتهي خالص الموضوع بالنسبة له. لحد هنا يعني أنا بالنسبة له كنت وسيلة للتسلية ووسيلة للضحك، مش أكتر. مش أكتر من كده. طبعا أنا ذهلت واتصدمت من الكلام، والكلام جرحني ووجعني، وما بقتش عارفة هو إزاي أنا أصلا وثقت فيه وصدقت كل كلمة قالها لي. لأن هو في البداية فعلا ما جربش إن هو يعمل معايا أي حاجة إلا بعد فترة طويلة جدا. عمره ما لمسني في البداية، كان كلامنا كتير وقعدنا سنة بحالها، بس كان بيرسم وبيخطط على المدى البعيد، وكان بيستفاد مني بكل طريقة ممكنة. اتصدمت فيه صدمة عمري. بس طبعا كل ده في لحظات ما قدرتش اصلا اجمع نفسي، وانا واقفه مصدومه ومذهوله، وجوزي بيبصلي وهو عايز يقتلني. اصلا نظراته كلها شر وانتقام، ان انا ازاي انا اخونه. لقيتهم جبروني بالسلاح برضو ان انا اقلع هدومي واقف جنب جوزي ونتصور احنا الاتنين، لان الفيديوهات دي هتخلينا ما ننطقش. لان طبعا هيكون في تهديد ان هو حد فينا بس نطق بكلمه، الفيديوهات دي هتتنشر، هتتنشر في كل حتة، رغم ان هم اصلا مرتبين ان الكلام ده لو جوزي عرفه ممكن فعلا ان هو يقتلني. بس كانوا مأمنين نفسهم من كل حاجة، بحيث ان انا لو ما متش خلاص معاهم الحاجة اللي هتسكتني انا وجوزي طول العمر. وقفت قدام جوزي بعد ما هما مشيوا وقلت له الموضوع كله جه ازاي، وفهمته احساسي من ناحيته من الاول. من اول يوم في الجواز حكيت له كل اللي انتم سمعتوه ده، بس طبعا باختصار. وفهمته ان انا من بداية جوازنا وان انا ما كنتش بحبه. عرفته كمان موضوع الحمل ان انا اللي كنت بعمل كده. فهمته كل حاجة، وقفت وفضفضت وقلت كل اللي جوايا، مع جرح كمان وصدمتي من الراجل اللي أنا حبيته خلاني انهارت قدامه، واتكلمت في كل حاجة بمنتهى الصراحة. ولحد هنا يا جماعة الكلام ده كان على لسان جوزي، لأن بعد كل اللي حصل ده رفع السماعة بتاعة التليفون واتكلم مع المباحث، وبلغهم في جريمة قتل في المكان الفلاني وفي الشقة الفلانية، وقفل السكة وجاب سكينة وحطها على رقبة مراته. وفي لحظة الدنيا بالنسبة لها ضلمت، وبقت عبارة عن جثة في جريمة قتل، خيانة زوجية، أو زي ما انت عايز تقول قول. بدايتها غلطتها كانت ايه؟ ان هي قررت ان هي تتجوز لمجرد الجواز من شخص مش شايفة ان هو مناسب ليها. وبعد كده الشيطان دخلها من قصة ان انتي مش عايشة مرتاحة وما انتيش مبسوطة، واترميت مع راجل عجوز، رغم ان هي اللي عملته في نفسها كده. وكان ابسط حاجة ان هي تقدر تعملها فعلا ان هي كانت تتطلق، تطلب الطلاق، حتى لو ما كانتش امها وابوها عايشين، وحتى لو هترجع تقعد في شقة صغيرة لوحدها، او حتى هتقعد مع حد، اكيد كان افضل بكتير من اللي هي عملته ده، من اللي هي مشيت فيه. ده غير بقى الاختلاط اللي بيحصل من الستات اللي بتقعد تحكي لصاحبتها عن تفاصيلها الزوجية، وملهمش ان هم يعرفوا انت ليه تخلي حد يبص لجوزك او يركز معاه. افرضي واحدة جوزها مش زي جوزك،
هتفضل تتابع معاكي بقى الموضوع، ممكن انتي تزيني جوزك في عين واحدة وانتي مش قاصدة، زي ما حصل كده في صاحبة القصة دي. ما كانش ليها اصلا ان هي تتكلم، حتى لو كانت بتحكي بنية سليمة وان هي مش قصدها ان هي تغيظ صاحبتها ولا اي حاجة من دي كلها. ده غلط، دي بتبقى اسرار وما ينفعش ان هي تحكيها، ولا هي كتير ولا هي قليلة ولا متدلعة أو مش متدلعة. المفروض إن هي ما تحكيش من الأصل. تقريبا دول أكتر درسين في القصة أنا حسيتهم، إن الزنا حرام وكل ده، بس ممكن الجزائين دول ما يكونوش يعني بياخدوا وضع كبير، إن دي حاجة غلط أو ما ينفعش تتعامل مع إن هما فعلا ممكن يودوك لنفس الطريق اللي هو الغلط، إن انتي تعملي حاجة غلط شبه الزنا أو الحاجات التانية اللي احنا بنتكلم فيها دي. فتعالوا نبص للموضوع من البداية، إن اللي بيحصل، فخليكي تفكري في الجزئية دي، إن يسهلها عليكي أو يخليكي تقتنعي إن دي مبررات إن انت تعملي الحاجات دي بس كده. ودي كانت قصتنا النهاردة. بتمنى من كل قلبي قصة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ولو كملتوا معايا القصة لحد هنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد طبعا. ومهم جدا عندي ان انت تقول رأيك تحت في التعليقات، ولو ما عندك